اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى اللهم صل وبارك وبارك وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وحشني ان انا اصور قدامكم واقف ورا الكاميرا كده واصور وان انا اتكلم معاكم. حبايب قلب شيرين، حبايب قلب مطبخ ست البيت، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا اشوف فيكم اي حاجه وحشه يا رب بحق جاه النبي. و معلش اللي حشنا عنكم كانت في حاجة أقوى مني. الأقوى مني أنا مش عارفة والله، بس زي حالة نفسية، اكتئاب. مش عارفة في ايه، أنا والله ما عارفة في ايه، بس ده اللي ضايقني أكتر إن أنا في الشقة اللي أنا قاعدة فيها ديت كان نفسي أركب واي فاي عشان أصور ليكم بس مباشر وأتصور معاكم وعلى طول على طول أبقى معاكم. فانا واخداها قانون جديد، فصاحب الشقه مرضيش يخليني ان انا اركب واي فاي، فسد نفسي ان انا اصور وسد نفسي ان انا اعمل اي حاجه. انا مش مسامحاه. وبدور على شقه، وادعوا لي ربنا يسهلها لي وييسر لي الامور والاقي شقه يا رب. انا هعمل معاكم بسكوت ال5 دقايق ال10 دقايق، بسكوت ال10 دقايق في الخلاط. بصوا حاجه كده من الاخر، كانت جميله جميله جميله، وان شاء الله نتيجه حلوه وهيعجبكم قوي. المعيار الواحد، انا هعمل معيارين بس انا قلت اصور قدامكم معيار واحد عشان ما تتلخبطوش. المعيار الواحد بكوبايه الا ربع زيت، وكوبايه الا ربع سكر، وكوبايه ونص دقيق، ونص كوبايه نشا، ومعلقه تانك برتقال وفانيليا، ومعلقه بيكنج باودر، وبيضتين، وذره ملح، وربع كوبايه لبن. انا كنت ناسي اللبن في التلاجة، هنجيب دلوقتي اللبن. تمام. ده ريحة برتقان، انا مش هستخدمه لان انا معايا تانج برتقان. تمام يا حبايب قلب شيرين، وحشتوني، صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب. وحشني كل صحابي اللي ما بيسألوش عليا كمان، يعني بص، صحابي ما بيسألوش عليا وحبايبي انا بحبهم. بس يلا، وحشتوني كلكم كلكم كلكم، ربنا ما يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب. كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع زيت. تمام. اضربيهم بقى شوية في الخلاط كده بتاعنا الحلو ده. لا مش هنحط البيض دلوقتي يا شيري. اهو. هنحط الفانيليا. ولو حطينا البيض دلوقتي مش هيحصل اي حاجة. عادي، حط البيض لو عايزة تحط البيض، حط البيض معاهم. هو بسكوت 10 دقايق كده، بص بيخلص كده يعني في ثواني. هو مجرد ما تضرب بقى البيض والسكر والزيت مع بعض والفانيليا، هو خلاص خلص كده. تمام. اهو. انا ما حطيتش زبده ولا حطيت اي حاجه، انا عملتها بالزيت عشان في ناس ما عندهاش زبده. لو عملتها بالزبده تبقى جميله، بس تحط زبده على زيت. برضو لازم الزيت. وادي البيضتين. هي الفانيليا المفروض نحطها مع البيض، بس انا حطيت الفانيليا مع السكر عادي، مش بتفرق اي حاجه على فكره. كنت متلخبطه اول مره اصور، حاسه زي ما كان اول مره اصور. يلا، وادي عصير التانك اهو. هو اصلا كله مش هيبقى فيه ريحه اي حاجه، لان هو عصير البرتقال التانج ده جميل. انا بحب اعمل في الصاله عشان خاطر ابقى في الترابيزه دي كده قدامكم. تمام.
لو مش بتعرفي تحطي المعلقه في الخلاط وهو شغال زي انا كده، بتعمليش كده في خلاطك وحطي معلقتك واشتغلي عادي. كده هحط المقدار بتاعنا في البوله قدامي عشان احط عليها الدقيق واحط عليها النشا. انا المقدار دوت هو المفروض بياخد كوبايه ونص دقيق ونص كوبايه نشا. هو خد مني كوبايتين دقيق ونص كوبايه النشا. خدوا كل حاجه في الخلاط. طبعا هنستخدمه تاني عشان انا هعمل مقدار تاني. ده المقدار الواحد تمام. كل حاجه حطيناها اهي ما عدا البيكنج باودر، هحطها مع الدقيق ومع النشا. انا بقول لكم دلوقتي ما بحبش احط في ناس بتحط، في ناس بتحب تحط البيكنج باودر مع الدقيق وتقلبه كده في الطبق من بره، لكن انا بحب احط كل حاجه في الطبق اللي انا بعجن فيه. تمام. ده النشا وادي الدقيق. هنفضل بقى ايه، انا عارفه انا حاطه قدامي ايه، فهو خد مني كوبايتين دقيق ونص كوبايه نشا. بس انت بقى ايه براحتك، عايزه تحط عايره بالكوبايه تخلي الكوبايه جنبك في المعيار براحتك. هنحط بقى البيكنج باودر معلقه واحده، ما تحطيش كتير عشان خاطر ما ينفش منك، وحطي ذره من الملح. اه بايديكي بالمعلقه ما بيتعجنش عشان ما يعملش عرق. انا هفضل بقى كل ما هيعوز دقيق هحط دقيق. ليه بقى؟ لان انا عارفه ان انا حاطه ايه قدامي. انت عايزه تحطي الدقيق قدامك كوبايتين بالظبط ونص كوبايه نشا، براحتك حطي الكوبايتين ونص كوبايه نشا. لو عايز منك تاني حط تاني. على فكره هو بيلزق في الايد، ما تخافيش تقولي مش هيطلع، لا بيلزق في الايد وبيطلع من ايديك خالص خالص خالص. استخدمي ايدك. انت دلوقتي بتعجني بايدك اليمين مثلا معجنه او ملبكه فيها ملزق في ايدك، لا استخدمي ايدك التانية نقطة زيت كده صغيرة، هتبصي تلاقي نفسك مفيش اي حاجة خالص في ايديكي. تمام. طب والله العظيم وانا بصور حاسة ان انا ايه، اول مرة اصور مش عارفة اصور. مش عارفة. هو عمل لي زي حالة كده سلبية ان انا ليه مركبش واي فاي، ما اللي فوق مركب واي فاي واللي تحت مركب واي فاي ليه؟ لا عشان هو مدخل خط ارض في الشقة هنا، وانا لو دخلت خط ارض تاني هيتلغي خط الارض بتاعه. طب انا ذنبي ايه؟ رحت سألت في السنترال قالوا لي لا مفيش الكلام ده، ركبيه عادي. هو برضو مش مقتنع بحاجة زي كده، فهو ده خلاني اتضايقت منه بطريقة يعني بص انا مسكت نفسي ان انا اتخانق. بس كل اللي انا قدرت اعمله ان انا بدور على شقه، والله والله اول مره ادور على شقه بالشكل ده وما لقاش شقه. فتبع تسهيل ربنا ان شاء الله هلاقي شقه باذنك يا رب، هلاقي شقه ان شاء الله، هنلاقي شقه كده ويكون مطبخها حلو كده ونصور مع بعضينا كده تصوير كده على طول. كل حاجه هعملها معاكم. بصوا بقى، بصوا العجينه، سيبوها بقى 10 دقايق كده مع نفسها تستريح. اهو انا مش بعجنها اهو، تتلم بس بالايدين كده اهي. نفسي اشتغل على قناتي، نفسي اشتغل اصور اصور بث مباشر معاكم. ادخل مع اصحابي، ادخل مع حبايبي، مش عارفه ادخل مع حد ولا عارفه اتكلم مع حد ولا عارفه يعني ايه ده. في حد قاعد لحد دلوقتي من غير واي فاي اصلا؟ يعني كتر خير صاحبة الشغل، انا بصور الفيديو بروح عندها بنزله عندها. يعني كويس ان هي برضو ساكتة على حاجة زي كده. والواحد يعني انا مش حاسه ان الواحد بيعمل حاجه زي الحرامي كده. ليه؟ طب ليه؟ ما انا اركب في بيتي واشتغل في بيتي. وده عجزني ان انا يعني انا بقالي كام سنه عامله قناه اليوتيوب دي ولا دخل لي منها اصلا اي حاجه بسبب الواي فاي، بسبب ان انا ما اشتغلتش، لان انا مش شغاله فعلا.
ودي حاجة مضايقاني بطريقة، ما يعني ربنا هو اللي يعلم يعني. انا بعمل كده المقدار التاني، تمام، المعيار اللي هو المعيار التاني، اللي هو بقى هعمله بقى ايه بالشوكولاتة. هحط بقى ايه كوباية، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب. هنحط كوباية دقيق، وكوباية كاكاو خام، وكوباية ونص كوباية نشا، تمام. اهو. بس هاتوا الكاكاو من مكان كويس، هتجيبه ب10 جنيه كاكاو خام. هنا بقى جوزي دخل، كنت بعمل الصوت طبيعي، ما كنتش هسجل كده. جوزي دخل، خليكي بقى ايه، بتبقيش عارفه تحطي ايه على ايه. عايزين بقى نحضر له العشاء، فبرضه ما رضيتش اقوم غير لما خلصت كده، وركنت العجين بعد ما خلصت، وركنته 10 دقايق كده مع نفسنا لحد ما اتعشينا وخلصت العشاء، مش هيحصل اي حاجه. والله كانت في منتهى الجمال، وكانت مرتاحه كده العجينه، وكانت جميله 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 جميله. البيكنج باودر وذره الملح والنشا، ما تنسوش حاجه. تمام، والله مش مكلفه، كل حاجه في بيتنا. الدقيق كان عندي في البيت، انا اشتريت بس من بره ال4 بيضات. وتانج البرتقال. خدت بالكم انا ما حطيتش برضه كاكاو كله، بس هحط كل الكوبايه كلها، بس انا ايه، مش بحب احط الحاجه كده مره واحده وتروح ايه العجينه نشفت مني ليه. طب ما انا بايدي ان انا احط حاجه خفيفه كده. بص النشا بيخليها عامله ازاي العجينه، بيخليها جميله. والله انا ما كنتش متخيله طعمها، كان طعمها جميل جدا وحلوه قوي قوي قوي. اه، حطيت كل الكاكاو وحطينا كل حاجة اهو، وتعشينا كمان وشهيصنا، وهنشهيصكم ونشهيص بعضينا. يلا اشتغلي بقى يا شيري ووريهم. بص الجمال. ممكن تعملي بغطا الازاز، انا عندي القطاعات اللي عندي ديت، ممكن تعملي انت بغطا الازازه. غطا الازازه دوت كان طالع ترند على فكره، ان البسكوت بيتعمل بغطا الازازه، كان ترند، وكان الكلام ده كده يعني، كانت حاجه حلوه قوي. احنا بقى بنعمل باي حاجه، ممكن تعملي بالمعلقه. ممكن تعملي بالمعلقه الرسمه ديت، ممكن تعملي بغطا الازازه، ممكن تعملي بالقطاعه زي كده، اي حاجه عندك لها حرف او سن اهو. اي حاجه، اي شكل انت عايزاه. خله السنان طبعا عندنا في مطبخنا بنستخدمها في الاكل، اهي موجوده. هتعملي بقى اشكال كذا شكل. معلش الكاميرا بتترقص يمين وشمال عشان احمد ماسك لي الكاميرا، كل ما اجيب حابل بيكسروه ليا. يلا الحمد لله. اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. سبحان الله، سبحان الله العظيم. بص بقى بالخلة اهي، اشتغلوا بأي حاجة، والله العظيم جميلة وجميلة. وعيالك انا عيالي فرحوا بها قوي، وعيالك هيفرحوا بها قوي. حاجة حلوة قوي قوي قوي، وخفيفة، وطلعت خفيفة جدا. بص بقى الشكل الوردة ده جميل ازاي، وطلعت خفيفة جدا، وطلعت حلوة قوي وناعمة، جميلة جميلة جميلة. بس انتوا وحشتوني، وحشتوني بجد والله العظيم. كل حبايبي في الدول العربية، كل حبايبي كل حبايبي، بقول لكم وحشتوني يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. هقول لكم على حاجة فعلا انا نسيت والله اقول لكم عليها. انا طلعت على قناة الصحة والجمال مع الاستاذة امل زهران. لو حبيت تشوفي الحلقة بتاعتي خشوا شوفوها على الصحة والجمال مع الاستاذة امل زهران. كنت عاملة بيتزا، كانت جميلة جميلة جميلة. وان شاء الله يا رب يكون الجاي احسن يا رب. والله انا باكل منه دلوقتي، البسكوت بيدوب في البق، جميل.
بالشوكة، بالسكينة عملت، يعني رسمت الوردة بالسكينة على فكرة، والله كانت جميلة في منتهى الجمال. شفت الجمال، شوف الحلاوة. يلا حط في الفرن بتاعك على الشبكة، نار حلوة كده، مش هياخد دقيقتين 3 دقايق بالظبط وتروحي تجيبيه. تمام. شفت بقى انا عملت اللي هي بالشوكولاتة بالسكر. شفت السكر، فكرة السكر دي جميلة جدا جدا جدا. ابني بيقول لي لا يا ماما ما تعملهاش بالسكر، هتسيح في الفرن، ولا هتسيح ولا هتتحرق ولا اي حاجة، وهيطلع السكر ابيض وهيطلع السكر جميل جدا جدا جدا. وانا هوريكم صورته دلوقتي. هخلص بس المونتاج دوت كده وهوريكم الصورة بتاعته، هجيبها لك برضو عند الفيديو ده. بصوا الجمال. بصوا ده انا عاملاه عشان احط فيه شوكولاتة او هنحط فيه مربى. والله جميل جميل جدا. وشربت الشاي كمان انا. احنا اتعشينا بقى. بصوا النوتيلا اللي انا عاملاها في البيت ديت جميله ازاي. فاكرين مقدار النوتيلا ولا اقول لكم عليها تاني؟ طيب صلوا على الحبيب عشان قلبك كتير. انا يا جماعه عملت النوتيلا دي ازاي؟ كوبايه لبن، كوبايه سكر، تمام، وكوبايه كوبايه لبن وكوبايه سكر، هنحطهم في الخلاط، وهنجيب عليهم نص كوبايه كاكاو ونحطهم عليهم، يفضلوا يضربوا براحتهم، يضربوا براحتهم على الاخر خالص. عندك فانيليا حطي فانيليا، مش عندك فانيليا متحطيش فانيليا. وتحطي بعد كده الزيت بالتدريج، كوبايه زيت نفس كوبايه اللبن. هتبصي تلاقيتي ايه معاكي، وبقى الجمال ده والحلاوه ديت. وبصي النتيجه بتاعتي انا اهي، يحسن ما بين ايدي وايديكم يا رب. وانا فرحانه ان انا عملت النتيجه ديت، وفرحانه ان انا عملت كده وزينت. ده انا في العيد كنت عامله كحك وبسكوت ورايحه زي البتفور، ما رضيتش اصور اي حاجه ولا انزل اي حاجه عشان ما كنتش عارفه اعمل كده. وبصوا والله العظيم في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه، ربنا يحسن ما بين ايدي وايديكم. الورده دي انا عاملاها بالسكينه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، ما شاء الله بيتكلم عن نفسه اهو. بصوا اللي بالسكر، اللي بالسكر حلو قوي 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 قوي. وربنا يا رب يخليكم ليا وشجعوا.